السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. وصفتنا النهاردة يمكن عملناها كتير على القناة، لكن النهاردة فيها فكرة جديدة. تابعوني ويا رب الفكرة تعجبكم. نبدأ على بركة الله. أنا عملت كيلو دقيق، حطيت حوالي 4 معالق زيت، المكونات الجافة مع بعض، وبعدين هحط المية الدافية بالتدريج، وهقول لكم استخدمت مية قد ايه للكيلو. هفضل اقلب كده لحد لما الدقيق يختفي تماما. كده ضفت تاني كوباية مية، دي الكوباية التالتة. هقول لكم استخدمت منها قد ايه. طبعا كمية المية هتكون حسب نوعية الدقيق. هستمر في العجن لحد الدقيق ما يختفي تماما. كده الدقيق اختفى تماما. هبتدي اضيف الاربع معالق زيت، زيت زيتون او اي زيت نباتي متوفر عندكم. كده خلصنا عجن. قوام العجينة هتكون طرية ومتماسكة ما بتلزقش. ودي المية اللي فاضت مننا حوالي ربع كوباية او ربع كوباية الا شوية صغيرة. هغطي العجينة واسيبها تختمر. ده شكلها بعد ما اختمرت. هقطع العجينة وهشكلها إلى كرات صغيرة، كل كورة على قد الرغيف الحجم اللي أنا عاوزاه. وطبعا ليكم مطلق الحرية إذا كنت تعملوا رغيف كبير أو صغير. هغطيه بعد ما شكلناهم كورات، هغطيهم واسيبهم يستريحوا لمدة دقيقتين. الحاجة اللي هتخليه العيش طري ويحافظ على طراوته هي النشا. بجد فرقت كتير قوي استخدام النشا في فرد العجينة. اولا العجينة وانتي بتفرديها طرية جدا وسهلة جدا، بتفرد بسهولة. تاني حاجة بعد ما بتخبز العيش هتشوفوا بنفسكم طراوته عاملة ازاي، طري جدا. انا ما بحطش نشا كتير، يا دوب ببدر ايدي كده بالنشا. زي ما انتم شايفين العيش تقريبا ما عليهوش نشا خالص، يا دوب ايدي بس كده بمسحها بالنشا وافردها على العجينة. هنفرد السمك ده، سمك مش تخين، سمك رفيع، عشان لسه هنسيبه يختمر شوية او يستريح شوية وبيزيد حجمه، فمش عايزة العيش يبقى تخين قوي. ما شاء الله بتفرد بالايد. هنفرد كل الكمية اللي معانا بنفس الطريقة لحد لما نخلص. كده خلاص خلصنا الكمية اللي معانا، ودي كمية النشا اللي فاضت معانا من المعلقة النشا اللي احنا استخدمناها. انا فردت العيش على ورق زبدة او العجينة على ورق زبدة، وغطيته بقطعة قماش او بفوطة نضيفة عندكم هتغطوا بيها العجينة.
ونسيبها تستريح لمدة نص ساعة. طاسة سخنة على النار، وهبتدي أحط فيها نخبز فيها العيش، بس الحرارة تكون متوسطة ما تكونش عالية. بحط العيش لمدة 30 ثانية وأقلبه على الناحية التانية برضو 30 ثانية، وأفضل أقلب فيه كده لحد لما ينتفخ وياخد اللون الذهبي. لما بنسيب العيش يستريح النص ساعة دي، العيش كله بينتفخ وبيبقى فاضي من جوه. شايفين؟ ما شاء الله شكله تحفة. سهل جدا جدا خبيز العيش في البيت. بجد لما تتبعوا الطريقة دي هتعجبكم جدا ان شاء الله، مش هتفكروا تشتروا عيش تاني من بره. انا بسيب لكم اللقطة كاملة عشان خاطر تشوفوا العيش ازاي بيتخبز وازاي لحد ما يخلص خالص، يعني من اول ما بحطه وهو عجين لحد لما اشيله من الطاسة. سايبه لكم اللقطة كاملة عشان تعرفوا انا بسويه ازاي او طريقة تسويته. طبعا هنطلع العيش هنحطه على فوطة او على ورق زبدة ونسيبه لحد لما يبرد. هنستمر بنفس الطريقة لحد لما نخلص كل الكمية اللي عندنا. شايفين جمال العيش كله بالمنظر ده. كده احنا خلصنا. هوريكم واحد من جوه قلبه فاضي قد ايه، شايفين مستوي وقلبه فاضي جدا من جوه. ما شاء الله غير طراوة العيش رهيبة، طري جدا وبيفضل فريش لمدة طويلة جدا. ما شاء الله الكيلو دي عمل لنا كمية كبيرة جدا، حوالي 20 رغيف. طبعا لو عاملين كمية هنعبيها في اكياس بلاستيك ونحطها في الفريزر لانه لسه مخبوز حالا. وده شكل العيش بعد ما خلصناه. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. سلام عليكم.